السلام عليكم يا اخواننا، وباختصار كده احب اذكر الناس اللي ينحازوا لطرف الدعم السريع في وسائط الاعلام وفي السوشيال ميديا ودائما وقفوا مع الدعم السريع. احب اذكركم يا اخواننا انه الدعم السريع ده اصلا مقره قرب البلاد، وجابهم عمر البشير يا اخواننا على اساس انهم يسيطروا على بعض المناطق في دارفور، لانهم بيقدروا يعني بطبيعه المنطقه يقدروا يتعاملوا مع الشعب الساكن في المناطق دي بطبيعتهم، وبيعرفوا كيف يتعاملوا معاهم. تمام. واداهم قوه وهو سماهم الدعم السريع على اساس انهم تحت القوات المسلحه، يعني تابعين للقوات المسلحه. لما تم الانقلاب على عمر البشير، قوه الدعم السريع بقياده حميدتي دخلوا الخرطوم يا اخواننا واستقروا في الخرطوم وفرضوا نفسهم على اساس انهم قوه قائمه بذاتها، وسموها الدعم السريع. حتى بدات معسكرات وتدريب من الشعب الى قوات الدعم السريع، ودربوهم وفضلوا معاهم. يعني واحد يكون عمره 18 سنه تلقاه ملازم اول في الدعم السريع. يا اخواننا ده ما منطق، وهو تلقاه اصلا ما درس جامعه. يا اخواننا ده همت شنو؟ ودياتوا دوله اصلا بتسمح لناس زي ديل يكونوا هم حاكمينها. يا اخواننا خليكم ناس منطقيين وناس واعيين، وقدركم في عمركم ده عارفين الصح من الغلط. يا اخواننا انت كشعب سوداني خليك واقف مع الجيش او قوات الشعب المسلحه. الجيش يا اخواننا نحن كشعب نقف مع الجيش، ومخالفنا مع الجيش دي يعني عندنا مخالفات مع الجيش نخليها فيما بعد الحرب. الان نحن نقف مع جيشنا يا اخواننا. قوات الدعم السريع دي قوات ما عندها فهم، همجيين يا اخواننا، بتعرفوا الهمج؟ ما عندهم فهم، بذرة قرش ما عندهم فهم، عايزين بس يسيطروا على السودان ويحكموا السودان. يحكموا السودان على اساس اذا كان اصلا غايتهم يتعلم الدراسه والقرايه في عمره ده، وللان يمكن ما بيعرف يقرا او ما بيعرف يدرس. يحكمنا احنا يعني انت كطبيب او كمهندس او كاستاذ او ك أو, أو, أو يحكمك زول همجي، زول راعي ابل. يا اخواننا ده منطق؟ بيئة دولة اصلا بتسمح لقائد زي ده؟ يا اخواننا خليكم ناس واعيين وما تدعموا الغلط، وخليكم ناس فاهمين. ادعموا جيشكم يا اخواننا، جيش السودان يا ناس. الناس تقف مع الجيش وتلغي حنك الدعامه وحنك الدعم السريع ده يا اخواننا. احنا ما الدوله اللي بتحكمنا ميليشيات يا اخواننا، احنا ما الدوله اللي بتحكمنا ميليشيات. احنا لا احنا يا اخواننا ما زي اليمن ولا زي سوريا ولا زي فلسطين. ربنا يصلح حالهم ويستر عليهم ويستر حالنا ويخلي كل بلاد المسلمين في امن وامان يا رب. فبقول لكم يا اخواننا ما تنحازوا للدعم السريع، وخليكم واقفين مع الجيش، وربنا يستر البلاد ويأمن العباد ان شاء الله. ودمتم سالمين يا اخواننا. ما تنسوا لازم تشيروا الفيديو ده يا اخواننا. ما تقفوا مع الدعم السريع لا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في الحقيقه يا اخواننا. ما تدعموا الغلط، خليكم داعمين الصح يا اخواننا. حتى لو على رقبتك تدعم الصح يا اخواننا. خليك واقف مع الشعب، خليك واقف كشعب، خليك واقف مع الجيش يا ناس. احنا نقف مع الجيش، ومخالفاتنا مع الجيش دي نخليها لما بعد الحرب، لانه اصلا الدعم السريع ده زي ما قلت لكم ناس همج وناس ما لهم غير مصلحه نفسهم، وما بيعرفوا اصلا ذره من الفهم انهم يديروا دوله. عرفت يعني شنو؟ ما عنده فهم، عايز يحكم بس، عايز يسيطر باي طريقه. هو عايز يسيطر. ليه يا اخواننا؟ خليك مع شعبك، انت كشعب خليك مع جيشك يا اخواننا. ودائما في النهايه الحق بينتصر على الباطل. مهما طال الزمن ومهما طال الزمن الحق دائما بينتصر يا اخواننا. خليك واقف مع الجيش، ولازم الفيديو ده تشيروه يا اخواننا، لانه نحن وما تنغشوا ما تنغشوا بالهجوم الاعلامي يا اخواننا. في هجوم اعلامي حاصل بيغتصب عقول الناس يا اخواننا. يقول لك الدعم السريع هو حيحكم السودان، والدعم السريع سيطر، والدعم السريع فرض سيطرته، والدعم السريع هيبته. لا يا اخواننا، ده كله كذب وطرس يا ناس. الجيش هو دائما اللي بيحكم وهو اللي بيسيطر يا اخواننا. انا كسوداني لازم اقف مع الجيش، لانه في النهايه الجيش هو اللي حيحميني. الجيش بيفهم وبيعقل يا اخواننا، ما زي الدعم السريع ما عنده فهم وما عنده عقل. والغائد بتاع الدعم السريع اصلا انسان همجي ما بيعرف الالف من الياء يا اخواننا. لازم انت تقف مع الجيش يا اخواننا، لازم تقيفوا مع الجيش. الفيديو ده لازم يتشير يا اخواننا، شير 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 بقدر الامكان. الفيديو ده لازم يصل انحاء السودان كلها يا اخواننا. ما تدعموا الغلط، تقيفوا مع الجيش، تقيفوا مع الجيش يا ناس.